صباح الخير. الساعة ب8 الصبح واليوم الثامن من رمضان، وأنا لحد الآن ما نايم وطاقة موجودة. فليش قاعدين؟ تعالوا وياي خلينا نصور كم موقع حلو بشهربان ونسوي لكم تقرير مرتب. يلا. فجأة وبدون أي تخطيط خطر على بالي أصور مدينتي، هاي المدينة العظيمة. شهربان يا سادة. عمر هذه المدينة أكثر من 200 سنة، ضمت كل الطوائف والديانات حتى عام 2003. عندك القومية العربية والكردية تجي من بعدها، وعندك التركمان، عندك الصايبة موجودة، كانوا موجودين هنا، ومسيحا موجودين لحد السبعينات والثمانينات بعد 2003 تدري كل ما صار غادر إلى الدول اللي ريتها. هذا المكان اللي خلفي يعتبر أقدم مكان بهاي المحلة اللي هي محلة العروبة، واللي انبنى على طريقة الشناشيل اللي هي أقدم طريقة بناء موجودة ببلاد الرافدين. سكان هذه المدينة بسطاء ومريحين، استقبلوا فكرة التصوير برحابة صدر. هاي العروبة خرجت أجيال، خرجت دكاترة، خرجت ضباط، خرجت أساتذة، خرجت مهندسين. العادات والتقاليد كليتها موجودة، وناس على ناس، وقوان كليتنا. وبالليل من المغرب من الليل للساعة بالثنتين بالليل العالم قاعدة بالقهاوي والسولف ومرتاحين ويلعبون دومنا ويسولفون. راح أركز على المكانات الأكثر جمال حتى نوصل رسالة إلى العالم إنه هاي المدينة مدينة سلام، مدينة جمال، وبيها أكثر من معلم سياحي. يلا. وعلى الرغم من شدة المطر والبرد، عناصر الشرطة والمرور منتشرين ويمارسون واجباتهم بكل سلاسة. بعدها توجهت 20 كيلو شمال مدينة شهربان حتى أخذكم بجولة إلى بحيرة مائية بمساحة 340 كيلو متر مربع، بحيرة حمرين. هو العراق فقل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. أنا طلع 4 كيلوات أكبر سمكة، بس أكو أكبر، يعني أكو جماعة صيدين أكبر. خير من الله. أنت كسان جاي متعني من الخالص لهنا، لو ماكو صيد وهاي وهالمتاع هاي أجي. يعتبر هذا المكان الملجأ السياحي الأول في المحافظة لأغلب العوائل والصيادين من محافظات الجنوب والوسط. شهربان تستاهل إنه نصور بها بهيك أجواء صعبة. أثناء العودة قررت إني أزور مكان أثري يبعد 12 كيلو عن مركز المدينة، ويعود زمن إنشائه إلى الفترة الساسانية بحدود القرن الثالث الميلادي. ختامها مسك، وشكرا شكرا شكرا للمتابعة، لأن الفيديو طويل وممكن إنه يكون ممل. أوعدكم إنه بالمرة الجاية راح أصور بأماكن أكثر، وإذا المحتوى عجبكم ادعموا بالشي اللي تقدرون عليه، وإذا ما عجبكم سووا لي بلوك. إلى اللقاء.